صباح الفل والورد والياسمين. صباح الصحة والستر وراحة البال. وحشتوني جدا جدا جدا. طمنوني عنكم، يا رب تكون اخباركم كلها تمام. جايه لكم النهارده. انا بحاول على قد ما اقدر اهو ان انا التزم معاكم ما اغيبش فتره طويله. وجايه لكم بروتين بدأ معايا من بدري. تمام، قلت ان انا احضر غدا وكده. عشان عندي مشوار لازم انزله، ولما ارجع هكمل باقي الروتين بتاعي. فبدأت ان انا قلت هعمل غدا النهاردة. طب اعمل ايه. قلت تمام هعمل جلاش صدق، صينية جلاش. وكان عندي رقاق برضو، قلت ان انا اعمل صينية رقاق يعني. وكنت هعمل جنبهم ورق عنب باللحمة الستيك. تمام. هنا بدأت ان انا اطبق. بدأت في صينية الجلاش، وبقيت ان انا اديها رشة زيت ما بين كل طبقتين. وبعد ما خلصتها قطعتها، ورحت نازلة عليها بكوباية لبن، عليها بيضاية ورشة فلفل اسود. تمام. وهحط للشكل من فوق كده للتزيين حطيت زيتون. تمام. وقلت ان انا ادي الجلاش معايا خلص، والرقاق انا ما عملتوش معاكم بصراحة. وجهزت اللحمة الستيك، شوحتها وكده اديتها تشويحة. انا بتبلها بملح وفلفل ورشة توابل اللحمة. تمام. بعد ما اديتها تشويحة بكون مجهزة بقى ترنشات طماطم وبصل وليمون، واحطها في القاعدة كده. واحط فوق منها شرايح اللحمة، وابدأ بقى لف ورق العنب. بص، ورق العنب ده اللي انا كنت مفرزاه يا بنات، اللي انا بفرزه رولات زي الرول كده، وبيقعد معايا من السنة للسنة. حلو قوي، انا كل سنة بفرزه. حتى السنة دي لسه ما فرزتش ان شاء الله، يعني انا مش عارفة هو لسه موجود ولا لا، بس تقريبا موجود، يعني عايزة الحق قبل ما ينشف. بس فبدأت ان انا احشي ورق العنب. تمام. عندي عمر ابني مش بيحب ورق العنب قوي، يعني ما بيحبوش. محمد بياكله. بصراحة هيما اللي كان طالبه. فقلت ان انا اعمل جلاش ورقاق عشان محمد وعمر و... وورق العنب طبعا هيما اللي طالبه. تمام. في اليوم ده كنت صاحية بدري يا بنات، عشان ورايا مشوار ان انا مفروض نازلة اشتري شوية حاجات، وكنت واخدة الولاد. فقلت ان انا اخلص كان ورايا حاجات كتيرة جدا. فقلت ان انا اول حاجة اخلص الاكل ونتغدى ونظبط حالنا كده، وبعدين ننزل اروح المشوار بتاعي. واما ارجع اكمل معاكم بقى الروتين اللي انا عايزة اعمله في اوضة النوم. تمام. بس ففي اليوم ده نفعني جدا موضوع ان انا صحيت بدري. انجز معايا بصراحة، انجز معايا قوي. والحمد لله جهزت الاكل كله. بصوا، وعملت جنبه طبق سلطة كده. طبعا السلطة دي وهم يعني جنب اي اكل. وورق العنب طلع خطير خطير خطير، والجلاش والرقاق برضو طلعوا تحفة. وخدت الولاد ونزلنا. كنت رايحة اشتري شوية حاجات كده وبعد ما خلصنا رحنا اتمشينا شوية. خدتهم وتمشينا، يعني اتمشينا على البحر شوية. قلنا ان احنا نغير جو. وبصراحة كلنا كنا محتاجين تغيير جو، وبالذات ان احنا في اسكندرية ما شاء الله احنا ما بننزلش البحر، ما بنروحش البحر اساسا. اسكندرية الايام دي زحمة جدا يا بنات. الشوارع تحسوها بصوا عادية، انما بصوا على الشواطئ مثلا. انا حبيت حبيت ان انا اوريكم شكل الشواطئ. بالذات ان في تصليحات في اسكندرية كتير، فمش اغلب الشواطئ فاتحة يعني. عدد معين هو اللي فاتح، فتلاقوا نسبة الناس كتيرة جدا جدا جدا، ما اقولكمش يعني. وكل سنة وانتم طيبين يا بنات، ويعود عليكم الايام بخير. وان شاء الله يا رب كده تبقى ايامكم كلها فرحة وسعادة. بصوا هنا احنا ومروحين بقى. خدتهم بعد ما خلصنا وروحنا. قلنا خلاص غيرنا جو والدنيا تمام. قلت يلا فرصة بقى. اول ما روحت البيت طبعا بدأت قلت ان انا اخلص الروتين بتاعي اللي عايزة اعمله في اوضة النوم. تمام. بدأت بصراحة بالحاجات العالية، يعني
الشباك كان عايز يتنضف. قلت ان انا انضفه قبل ما اغير بقى فرش السرير والتلميعات اللي تحت اللي هي بتاعه الموبيليا السرير والدولاب والكلام ده. تمام. اقول لكم يا بنات ان انا عايزه امشي على موضوع الصحيان بدري. انا بصحى بدري، بس اوقات بصراحة بتشغل مع الولاد، بحضر لهم حاجات، بيكون ورانا مثلا مذاكرة مش عارفة ايه، فببدأ شغلي متأخر. انما اليوم اللي انا بدأته ده بدأته بدري جدا. اقول لكم ان انا بجد انجزت كتير قوي. يعني فكرة ان انا اخلص كل شغلي، اخلص الاكل بتاعي وانزل واروح مشوار اشتري حاجات انا عايزاها ونتمشى شوية، واما نرجع كمان اكمل الروتين اللي انا كنت حابة ان انا اعمله. فحسيت ان اليوم فيه بركة غريبة. يعني بجد والله العظيم كان فيه بركة غريبة قوي. وحسيت ان احنا غيرنا نفسية انا والولاد. يعني بقالنا كتير بصراحة مش بنخرج غير كل فين وفين، فالموضوع فرق معانا قوي والحمد لله انبسطوا. وكمان اللي بسطني اكتر ان انا لما رجعت اللي انا كنت عايزة اكمله فعلا كملته. ما اجلتوش يعني ما سيفتوش. عارفين اوقات الواحد بيكون عايز يعمل حاجات كتيرة قوي بس بيقعد يسوف. يعني عارفين طب بكرة، طب بعده، طب النهاردة مكسلة، طب النهاردة مش عارفة ايه. فحسيت لأ بقى، كنت جاية من كتر ما انا مبسوطة، حسيت ان انا عندي باور بقى ان انا اعمل حاجات كتيرة جدا جدا ما اقولكمش. ففي اليوم ده عملت الروتين بتاع اوضه النوم ده، وقبله كنت عامله الروتين بتاع اوضه الاطفال، بس للاسف عشان هيبقى طويل قلت اقسم لكم الاتنين على فيديوهين يعني. تمام. إيه وحطيت الروتين بتاع اوضه النوم ده، قلت ان انا احطه ايه، احطه قلت ان انا احطه مع الاكل اللي عملته في نفس اليوم، الغدا والخروجه، ويعني امشيه تمام زي ما هو. واللي انا عملته في اوضه الاطفال قلت لا هحطه مع وصفه اكل عملتها اليوم اللي بعده. اليوم اللي بعده طبعا يا بنات ما كانش عندي حاجه قوي. كنت مخلصه طبعا اوضه الاطفال واوضه النوم. فقلت ان انا بقى ايه، كان ورايا برضو شوية مشاوير كده، فعملت وصفة اكل، فحطيت الروتين بتاع اوضة الاطفال مع وصفة الاكل اللي هي كانت بتاعة تاني يوم. تمام. ونزلتها لكم فيديو لوحدها. بس فبقول لكم ان الموضوع فرق معايا قوي، ما شاء الله ما شاء الله. اليوم كان فيه بركة وكان حلو جدا، انجزت فيه حاجات كتيرة قوي. وحسيت ان انا لا انا مندمتش، بالعكس الموضوع كان حلو قوي. فقلت تمام حلو مش مشكلة. والروتينات بتاعت بالليل برضو لذيذة وحلوة مش وحشة. بتبقى الدنيا هادية وبتشتغلي براحتك وتكوني مثلا مخلصة أكلك ومخلصة كل حاجة. بس طبعا أوقات بشتاق إن أنا أعمل روتين بالنهار. بس بصراحة الحر يا بنات، الصيف بجد الدنيا حر. و... والتصوير بصراحة كمان في الصيف بيبقى أصعب ان انتي تصوري طبعا الحجاب وكده يعني بس والله ربنا بيهونها. عارفين عشان انا حابة الموضوع، حاسة ان انا هو انا قصرت كتير قوي. بس حاسة ان انا راجعة يعني ومتشجعة قوي، ومن كتر ما انا حابة الموضوع اللي هو ايه، خلاص بقى الدنيا تمام وزي الفل، وهكمل ان شاء الله. بصوا هنا ما جبتش معاكم البتاع ده، المروحة. كنت نضفتها ولمعتها حلو قوي. طبعا بتلاقوا عليها كمية تراب يا بنات، عشان طبعا احنا مشغلينها اغلب الوقت. فاول ما تشيلوا عنها بقى التراب ده وتمسحوها مسحة حلوة، تلاقوا سبحان الله الهواء اللي طالع خطير، تحسوه كأنه نقي كده ومفهوش تراب ولا اي حاجة. وطبعا غيرت فرش السرير، مفرش السرير ولمعت السراحة والدولاب. بصوا، والارض طبعا، الارض كنستها وعملتها بالموب بس ما جبتهاش معاكم. بصوا بتلمع وزي الفل. طبعا انا شلت كل الكفرات وكفرات اوضه الاطفال عشان كده كده انا هغسلهم. فقلت بقى اخلي البيت ايه يبقى حلو كده.
وهقابلكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.